اليوم اللي هتفارق فيه الدنيا مش هيكون يوم مميز. هتصحى الصبح عادي خالص زي كل يوم عشان تشتغل وتاكل وتشرب وتهزر، وفي لحظة هوب هتفارق دنياك. الفكرة انه عادي خالص، اليوم بيكمل وبعد ما بيدفنوك اللي وراه حاجة بيروح يعملها، والناس بتروح تنام عشان تصحى الصبح تشتغل وتاكل. ممكن يتصدموا ويحزنوا عليك شوية، لكن محدش هيوقف حياته عشانك. حتى مع الوقت هتبقى مجرد ذكرى، لما حد يفتكرها ممكن ما يتأثرش. الناس بعد ما تفارقهم هتشرب وهتهزر، مش هيحصل تغيير كبير ولا صغير بسبب ان العالم فقدك، او حتى في البلد بتاعتك، او حتى في اسرتك. اسرتك اكتر ناس هيتأثروا برحيلك، واكتر شخصين هيتأثروا وهيحزنوا عليك هم والدك ووالدتك. حتى جارك البقال هيفتح تاني يوم عادي جدا بغض النظر عن العزا بتاعك، ده اذا كان في عزا اصلا. كل شيء هيستمر عادي خالص، اصل انت مش مهم يعني، والكل هيقول لنفسه الحي يبقى من الميت والكلام ده. وده مش قلة وفاء ابدا، انما الدنيا كده، وكله عايز ياكل ويشرب ويهزر زيك ويدور على احتياجاته الطبيعية. انت بس اللي حياتك هتتغير تغيير جذري، ومحدش هيسندك من بعد اللحظة دي، والشيلة بقت شيلتك لوحدك. فعشان خاطري كفاية غفلة، واعمل اليوم ده بعد اذنك. صلي وصوم وزكي واقرا قرآن، وادعي ربنا دايما يرزقك بحسن الخاتمة. اعمل كل حاجة هتنفعك بعد موتك، حتى لو مذنب. يا اخي اندم على الذنب، ما انا قلت لك في فيديو قبل كده ان